واخيرا رجعنا لكم مره تانية، بس المره دي مراجعه موبايل. في تسونامي جايه من عوالم الموبايلات جايه قدام، هيبقى فيها مراجعات قويه جدا، والموبايل ده قوي كمان معاهم. يعني ده يعتبر اول حاجه هنبتدي بيها، وهو الريدمي 14. ويعتبر هو مش جاي لوحده، هو جاي كمان باخوه الكبير، ولكن اخوه الكبير لسه قدام شويه ما نزلش حتى. وكمان الحاجه الحلوه ان الموبايل ده كمان موجود في مصر دلوقتي، تقدر ان انت تروح تشتريه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بكم في حلقه جديده. النهارده معانا موبايل جديد ومن شركه شاومي او ريدمي، وهو الريدمي 14. موبايل من الموبايلات القويه جدا اللي جايه في السوق المصري، وجاي بكل حاجه حلوه زي ما احنا هنتكلم عليها قدام. بس النهارده هنبدا الاول بالبوكس بتاع العلبه، اللي يعتبر فيه كل حاجه، من بدايه الجراب للشاحن لراس الشاحن لكل حاجه موجوده هنا فيه. وطبعا دي من عاده شاومي، يعني دي مش حاجه مميزه قوي، دي حاجه عاديه عند شاومي. وكمان عندك هنا الموبايل اللي فيه منه نسختين، نسخه من الجلد ونسخه من البلاستيك. وطالما احنا اتكلمنا عن النسخ، فتعالى نتكلم الاول حاجه عن الديزاين. بس قبل ما نبدا، ما تنسانيش باللايك والشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا كلها اول باول. ويلا بينا نبدا. الديزاين اول ما هتشوفه هتلاقي ان في مربع كده موجود فوق على الظهر، وهو اللي فيه الكاميرات. وحلوه هو اللي انا قلتها. وهنا الكاميرات محطوطه في السيمتريه منتصف الجهاز بالظبط، يعني انت لو جيت حطيته على الارض او حطيته على المكتب او في اي حاجه مسطحه، مش هتلاقيه بيتحرك معاك يمين وشمال، هتلاقيه ان هو ثابت. طبعا هو اكيد هيتحرك كده ولا كده لو انت دوست عليه قوي، لكن انا قصدي ان هو لو انت حطيته مش هيتهز معاك. عندك 3 كاميرات وفلاش مع الظهر اللي بيجي من الجلد او من البلاستيك، على حسب هو تختار انهي نسخه. فالاتنين مسكتهم ممتازه جدا وجميله جدا. تعال نتكلم عن الحاجه الجميله اللي في الشاشه. وهنا الشاشه هي عندك هنا السوبر اموليد 6.67 بوصه، بتيجي ب 120 هرتز بالدولبي فيجن. والموبايل كمان الماسكه بتاعته والسمك بتاعه ارفع من الجيل اللي قبليه، والحواف بتاعته مشطوفه، وده شكلها لذيذ جدا ورايق جدا. ده غير كمان ان الموبايل ده يعتبر بيجي باول مره يجي بيها موبايل بالمعماريه بتاعه مقاومه الماء والغبار، واللي هي اي بي 69 كي. طب ايه هي المعماريه دي وايه اللي انا هستفيد بيها؟ هتستفيد ان انت تقدر تنزل بالموبايل تحت الميه لاكتر من مترين لمدة 24 ساعة عادي جدا. تقدر تستخدم الموبايل تحت المية طول اليوم براحتك. نسبة استحواذ الشاشة على الحافة الأمامية 88%، وطبعا ده نسبة كبيرة جدا ويكون نسبة كويسة. ده غير كمان هنا إن الشاشة هنا هي جاية كيرفي، بس خد بالك هي علشان ما تتضايقش منها، هي مش جاية كيرفي بالكامل، هي بس جاية كنوع اللي هو يقول لك إن هي، بص، هي فيها حتة متنية شوية، لكن هي مش كيرفي يعتبر، هي بس هم حاطين حتة تانية كده بس. لكن هي مش كيرفي بالكامل علشان مثلًا ممكن تقرا أخطاء عندك، لأ، ما فيش الكلام ده خالص، هي بس شكلًا. وأنا ما عنديش أي مشكلة مع الشاشة، الشاشة ممتازة، الشاشة فيها كل حاجة، ألوان كويسة، saturation ممتاز، contrast كويس، كل حاجة فيها كويسة، بطريقة سلسة وبطريقة ناعمة، ما تحسش إن في كده شرايط. هو ده الفرق، ده فعلًا هنا موجود، إن أنت شايف كل حاجة بسلاسة. ودي طبعًا حاجة كويسة جدًا، وموجودة في الموبايلات بتاعة الشاشة السوبر أموليد بالذات بشكل كويس. تعالَ برضه نتكلم عن المعالج اللي موجود في الموبايل، وهو هنا برضه اللي فيه اختلاف شوية عن الإصدار اللي فات من الموبايلات، وهو الDimensity 7300 Ultra. السنة اللي فاتت كان جاي بالمعالج من سناب دراجون وهو الGen 2، ولكن المرة دي برضه المختلف شوية إن المعالج هنا بييجي لك ب4 نانومتر، يعني هيبقى موفر جدًا معاك في البطارية. وبالرغم إن الDimensity 7300 Ultra ممكن يقول لك اللي أنت جاي بمعالج أقوى شوية، وده حاجة كويسة، ولكن لو أنت بصيت على المعمارية بتاعة السنة اللي فاتت والسنة دي من نفس الموبايل، أنا باكلمك على نفس الموبايل بس أخوه الصغير، هتلاقي إن هُم نفس المعمارية، يعتبر ما فيش فرق كبير. بس ده مش معناته إن أنا باقول لك إن المعالجين كانوا ضعاف، لأ، المعالجين أقوياء جدًا ومن أقوى المعالجات اللي موجودة في السوق حاليًا. والموبايل ده هيقدر إن هو يشغّل لك لعب PUBG موبايل على سموث لغاية 60 فريم، ويقدر كمان يشغّل لك لغاية الHDR Ultra Frame Rate كمان، مش هيعمل معاك باجات ولا أي lag. ولو لعبت أي لعبة تانية زي GTA San Andreas أو Mobile Legend أو Call of Duty، هيوصل معاك لغاية أكتر من 60 في أوقات كتير. ده غير كمان هنا الكماليات مع المعالج، اللي أنت عندك هنا الصوت بتاع الموبايل صوت ستيريو جامد جدًا، دول سبيكر وكمان في الدولبي أتموس، هتسمع صوت واضح ونقي. وكمان الموبايل هنا بييجي بأكتر من نسخة، عندك هنا 3 نسخ 256 جيجا أو 512، والاتنين بييجوا ب12 جيجا رام، أو ممكن تجيب النسخة الأكبر وهي ال512 اللي هي نُص تيرا ب16 جيجا رام. وطبعًا سواء أنت هتجيب 256 أو 512 12 جيجا رام، الرامات اللي موجودة هنا ممتازة. ده غير كمان هنا إن الذاكرة بتاعتها أصلًا بتبدأ من أول UFS 2.2 أو 3.1، فطبعًا الموبايل في مساحات ممتاز جدًا. ده غير كمان هنا إن الموبايل أصلًا بيوصل كمان السطوع بتاعه ل3000 نيتس، النسخة اللي فاتت أو القديمة كانت بتوصل لغاية 1300 نيتس بس، لكن المرة دي أنت عندك 3000 نيتس، يعني الموبايل ده
هتقدر تشوف أشعة الشمس المباشرة بطريقة ممتازة جدًا، مش هيحصل معاك أي مشكلة حتى لو أنت عملت dark mode. ألوان الموبايل هنا هي 3 ألوان أبيض وأسود والأخضر، والأخضر الصراحة شيك جدًا زي اللي أنا لابسه كده. تعالَ بقى نتكلم برضه عن الحاجة التانية في الموبايل وهي الكاميرات ونشوف إيه الاختلاف ما بين السنة دي والسنة اللي قبلها. الكاميرات أول حاجة هنتكلم عن الكاميرا الخلفية، عندك أول كاميرا هنا وأول اختلاف معانا وهي الكاميرا الخلفية بتيجي ب50 ميجا بكسل بفتحة العدسة f1.5 وده الاختلاف. إن السنة اللي فاتت كان عندك بتيجي لغاية 200 ميجا بكسل بس كانت فتحة العدسة f1.7. المرة دي أنت عندك 50 ميجا بكسل بس فتحة العدسة أوسع 1.5. أول اختلاف ممكن نشوفه ميزة أو عيب لما نشوف التجربة في الأول. وعندك هنا برضو كاميرتين تانيين اللي هي الألترا وايد والماكرو نفس الكلام بتاع السنة اللي فاتت هم نفس الأرقام. والكاميرا السيلفي هنا هي بقت 20 ميجا بكسل عندك، الكاميرا السنة اللي فاتت كانت ب 16 ميجا بكسل فالمرة دي بقت زيادة ودي حاجة كويسة برضه. طيب تجربة التصوير بقى في الطبيعة عاملة إزاي؟ هقول لك يا صديقي بص أول حاجة في الإضاءة العالية الإضاءة الصورة ممتازة جدًا، في الإضاءة العالية الدنيا ممتازة، الإضاءة المتوسطة الدنيا ممتازة، في الأماكن المُغلقة الإضاءة والتصوير بيبقى perfect جدًا، ممتاز معاك، يعني ما تقلقش من الكاميرا اللي هنا. أداء الكاميرا الصراحة جيد جدًا وكمان ممكن يكون ممتاز، حتى كمان هنا الكاميرا السيلفي الskin tone بتاعها مميز جدًا، الskin tone ما تحسش إن أنت راجل زومبي أو أنت تحس إن أنت بتصور واحد ميت، الskin tone الطبيعي، والبورتريه كمان هنا في الكاميرا بيعزل كويس جدًا وممتاز. فالتصوير هنا الصراحة هو كويس جدًا، التصوير ممتاز جدًا بالنسبة لي ما فيهوش أي مشكلة، لو أنت بتحب التصوير الكاميرا دي هتبقى كويسة جدًا، يعني ما تقلقش من حوار إن هو أقل من 200 ميجا ل50 ما تقلقش منه، لأن كمان هنا فتحة العدسة الواسعة هتفيدك كتير جدًا في الإضاءة المغلقة، هتفيدك بشكل كبير. تعالَ برضه هنا نتكلم عن البطارية بتاعة الموبايل، وهنا البطارية عندك 5500 ملي أمبير، السنة اللي فاتت كانت 5200 ملي أمبير بس هنا زادوا 300 ملي أمبير. دي حاجة كويسة. طبعًا الموبايل مع كمان تقنية ال4 نانومتر فالموبايل هيوفّر معاك بالبطارية بشكل كبير جدًا، وهيقعد معاك اليوم مستريح كمان أوي، مع كمان الشاحن اللي موجود وهو 45 واط، ودي الحاجة التانية اللي يعتبر النسخة اللي أقدم منه كانت بتتفوق عليها، لأن النسخة القديمة كانت بتيجي 67 واط، هنا 45. وأنا الصراحة ما أعرفش إيه السبب في إن أنت تخلّيك إن أنت تجيب سرعة شاحن أبطأ من القديم، أنا ما أعرفش ليه، ولكن هو still سريع، لإن برضه هي مش كبيرة أوي، فهيقعد معاك عادي وهيشحن معاك بسرعة، ولكن أنا باتكلم في الفكرة نفسها، ليه تشيل السرعة بتاعة الشحن؟ كنت خلّيتها زي ما هي أحسن عادي. كمان كل المميزات بتاعة موبايلات Xiaomi زي الIR التحكم في أي حاجة smart عندك في البيت تقدر تتحكم فيها عن طريق الIR وعندك كل المستشعرات موجودة هنا، حتى كمان عندك هنا الجيروسكوب وعندك هنا البوصلة وعندك كل حاجة، ولكن سنسور التقارب بتاع المكالمات للأسف هو موجود هنا الsoftware مش موجود هنا hardware عندك. كمان هنا ما عندكش مدخل سماعات 3.5 مللي للأسف. تعالَ برضه أكلمك على الحاجة القوية جدًا والحاجة الجميلة، هي طبعًا حاجة موجودة وهي البصمة اللي موجودة داخل الشاشة أنا ما اتكلمتش عنها، ولكن دي من أسرع البصمات اللي ممكن تستخدمها في حياتك، البصمة اللي المرة دي اللي موجودة ممتازة، سريعة جدًا، 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 يعني حرفيًا هي سريعة وما بتغلطش. تعالَ نتكلم عن آخر حاجة معانا في الموبايل وهو سعر الموبايل، وخد بالك ده السعر الرسمي بتاعه برّه، يعني ممكن لمّا ييجي هو موجود دلوقتي في مصر عند بعض الوكلا، بس هو ممكن تلاقيه أرخص من كده عادي جدًا، لإن ده السعر الرسمي. سعر النسخة ال256 جيجا 12 جيجا رام $270 يعني 13,127 ألف جنيه مصري، والنسخة ال512 12 جيجا رام بتيجي ب$300 14,586 جنيه، نسخة ال512 16 جيجا رام بتيجي ب$330 16,044 جنيه مصري، وزي ما أنا ما قُلت ده السعر الرسمي، وهو على فكرة ميزته إن نزل مصر عند بعض الوكلا اللي بيجيبوا حاجات من المستوردين أو الاستيراد من برّه، هتلاقيه عندهم وممكن تلاقيه كمان بأرخص من السعر ده. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. كان معاكم عمر هاني، استنوني في الفيديوهات التانية كتير، في أمان الله.